نصائح راح تفيدك في رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أيمن أبو كويت. اليوم يا جماعة مقطع جديد. طبعا أنا صار لي فترة قاطع على القناة، منزل مقاطع شورت، فاللي ما شاف المقاطع روح شوفهم. الفترة الأخيرة قاعد أفكر شو بدي أسوي محتوى في رمضان. وأنتم بخير، تدخلوا شهر رمضان مبارك، فبدي أفكر بمحتوى يكون كويس، محتوى يكون ديني مفيد هادف زيك. قبل ما نبدأ لا تنسوا يا إخواننا في غزة صراحة محتاجين الدعاء والتبرعات. حاولوا تتبرعوا في أي منصة معتمدة، تمام، أو أي موقع معتمد، ولكم الأجر إن شاء الله. طبعا رمضان الحسنات مضاعفة، لا تستغل هذا الموضوع من ناحية الصدقة، وحتى لو واحد مثلا زكاة المال تكون لغزة. فيعني طبعا لا تستعملوا لايك واشتراك في القناة إذا مش مشتركين، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. إن شاء الله في رمضان راح أسوي سلسلة تكون قصيرة اسمها رمضانيات، وهي أول حلقة راح تكون بإذن الله. راح أحكي فيها عن مواضيع معينة، بدي أحكي فيها عن الرمضانيات بشكل عام، كيف الأجواء في رمضان، شو أشياء تسويها لرمضان عشان تكون لك يعني أجر أكثر وحسنات أكثر، شغلات زي هيك. راح نبلش اليوم في أول موضوع اللي هو راح يكون عبارة عن نصائح راح تفيدك في رمضان. هاي موضوع حلقتنا اليوم، وهي أول حلقاتنا، مشاهدة ممتعة. خلونا نبلش. يا جماعة شهر رمضان شهر فضيل، حسنات فيه مضاعف. حاولوا اعملوا عمل خير، سواء صدقة، عمل خيري، ذكر الله طبعا دائما وابدا، وقراءة القرآن والصلاة والالتزام في الصلاة وصلاة التراويح. وحاولوا ابعدوا عن الاشياء اللي هي فيها معصيه او انها حرام، شغلات اللي هي مضره اصلا. يعني انت مش عارف ليه احنا واحد بالعاده بيحاول يبعد عنها اصلا في الحاله العاديه، فانت في رمضان مفترض ما تسويه اساسا، انه ما تاخذ اثم اللي هي مثلا زي سماع الاغاني، النميمه، الكذب، شغلات زي هيك يعني. والعصبيه طبعا، العصبيه جدا مهمه يا جماعه. كثير ناس برمضان بتعصب على اشياء صراحه مش مستاهله، يعني مش فاهم ليه الناس بتعصب. فانت لا، خليك رايق هادي، يعني حاول نوعا ما ابعد عن الناس قدر المستطاع. اساسا يعني ما انه بالعاده معروف انه اثنين يكونوا مع بعض فبتصير مشاكل، سواء صاحبه، مش عارف مين، اخوه، حتى اخوه مرات بتصير معه مشاكل. فحاولوا هاي الاشياء تبعدوا عنها، طب انه ما تجيكم سيئات واثم من هاي القصص. اللي صار احكي لكم اياها اليوم عشان رمضان، يعني خلينا نحكي نقسمها ثلاث اقسام، تمام. القسم الاول هي النصائح الشخصيه اللي انا حكيتها قبل شوي، اللي هي انه حاول ابعد عن المعاصي، وحاول انك تعمل اعمال خير، تقرا قران، صلاتك، صلاه التراويح صليها، قيام الليل. حاول تكون هيك يعني كويس بحياتك يعني، وتكون قريب الى ربك عز وجل. فالنصيحه الاولى اللي هي هاي. النصيحه الثانيه يا اخوان اللي هي مش لك انت، يعني نحكي للغير، علاقتك مع الغير. حاول تكون مع الناس يعني لين، مشي مع الناس، ما تعصب، ما خلي يعني مثلا انت رحت للسوبر ماركت، وكثير بتصير حاليا اذا رحت السوبر ماركت طبعا قبل الفطور في دور طويل، انت مضطر انك توقف، انت بتشتري حاجتك، فانت وقف في الطابور، اجاك واحد مبين انه هو زنخ معصب وحالته حاله ومش عارف شو، خلص بده يمشي مشي. اذا انت ما بضرك طبعا مشي، لا تكبر المواضيع، لا تحكي لا دوري وما دوري ومش عارف ابعد عني لا، ما بزبط الوضع. خليك رايق هادي عادي، مشي الحياه يعني لازم ما تخليها تحط فيها معوقات وتخليها صعبه. مشي مع الناس، خلي الحياه حلوه، ترى الحياه حلوه، بس احنا مرات نعقدها ونخليها مش حلوه، مش عارف ليه. المهم زي ما حكيت لكم، خلي علاقتك مع الغير كويس، تمام، ما تسوي مشاكل، مشي مرات. حاول كمان في رمضان مثلا جارك، صديقك، قرايبك، اعطيهم مثلا قبل الفطور صحن اكل زي هيك، يعني عمل خيري بس بالنسبه للقريبين منك، للغير او للاشخاص. القسم الثالث كيف تستغل وقتك في رمضان، تمام. هسه معروف في رمضان يا جماعه اللي هو شهر معروف انه بالمسلسلات، البرامج الرمضانيه، ويعني شغلات زي هيك على التلفزيون بتكون، والاعلانات طبعا وغيره. انا ما بحكي لك ما تحضر مسلسلات، انت والله حاب تحضر مسلسل كان بها، بس بشرط يعني تحضر مسلسل اوكي، مش تقضيها تحضر لي، ما هذا يمكن فيها فوق ال20 مسلسل، مش تقضيها طول اليوم مسلسلات، لا. مثلا اختار مسلسلين ثلاث، يكون مثلا شيء برضه ما يكون فيهم اشياء محرمه زي رقص وغيره، يعني يكون مثلا كوميدي، قصة معينة تكون تحكي عن تاريخ معين. برامج رمضانية كثير حلوة سواء كانت دينية أو تعليمية، سواء طبخ أو غيره. فأنا بنصحكم أوكي احضر، يعني ما بحكي ما تحضر، بس إنه ما تقضيها طول اليوم احضر، يعني إنك تحضر في هاي البرامج. خلص روح رمضان وأنت بس قضيت بس إنك تحضر، لا احضر، قسم وقتك. خلي مثلا ساعة مثلا مسلسل، على افتراض حلقة مسلسل مثلا ساعة، خلي مثلا عندك كمان ساعتين قرآن مثلا، يعني توزعه بيومك. حاول تكون منظم في يوم، جيب ورقة وقلم وسجل عندك كيف جدولك راح يكون، اكتب الساعة، اكتب شو أهداف بدك تحققها لهذا اليوم، شو الأشياء بدك تنجزها من المهام، صلوات، فطور، سحور، تنظم وقتك. قراءة قرآن، مثلا أنا بالوقت في الساعة مثلا 5 بدي أطلع أروح مثلا المكان الفلاني، فيعني بتكون مقسم وقتك باليوم وما راح تتعب، صدقني عن تجربة. أنا بالنسبة لي بسويها، وحاليا انتهت يوم رمضان، انتهت يوم رمضان بالنسبة للأردن، حاليا برا رابع يوم رمضان.
طبعا احنا غير الكل مختلفين برمضان. المهم مش موضوعنا. فحابب احكي انه حاول نظم يومك. يعني انا عن تجربه شخصيه انا جربت وفعلا جابت معي نتيجه. بقسم وقتي، بحضر لي مثلا حلقه برنامج ديني ولا برنامج ترفيهي او ايا كان، طبخ حلو، وبنفس الوقت بقرا قران. بقسم وقتي بالاجزاء، انه اقرا مثلا الفتره هاي كم من صفحه، الفتره هاي كم من صفحه، زي هيك بنظم يومي. وبرضه بالنسبه للبلاي ستيشن، حتى البلاي ستيشن مثلا مش غلط، تطلع مع اصحابك برضه مش غلط، بس برضه حاول ابعد عن الاشياء اللي فيها مثلا انك تسب فيها مثلا، او انه فيها نميمه او فيها كذب او ايا كان. حاول تكون بعيد عن المعاصي قدر الامكان. تقريبا هاي النصائح اللي حاب احكيها اليوم، اهم النصائح. اتمنى انكم تكونوا استفدتوا من المقطع. مقطع بسيط خفيف مش طويل كثير، حاب احكي فيه بس انه اشياء تعملها في رمضان راح تفيدك ان شاء الله باذن الله. تكون يعني منظم يومك، حياتك سلسه. طبعا لا تنسى دائما كل صلاه وفي كل وقت تدعي لاخواننا في غزه، ومش بس في غزه، في كل الاماكن اللي فيها حروب مشاكل. حاول ادعي لهم بالخير وان الله يفرج عليهم، وان شاء الله الله ينصرنا على القوم الظالمين. باذن الله راح تتحرر وراح نصلي المسجد الاقصى فيها التراويح باذن الله في يوم من الايام. اتمنى ما اكون طولت عليكم. هذا اول فيديو بالسلسله، ان شاء الله ترقبوا الفيديوهات الجاي. لا تنسى تعمل لايك، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس. انتظرونا في حلقه قادمه باذن الله من برنامج رمضانيات. السلام عليكم.